ومعنا اتصال ومكالمة. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سميرة. أخت سميرة، مرحبا. وسهلا. عيد مبارك لشيخي مبارك. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. العفو. نعم. السؤال الأول. نعم. هل ينفذ الوعد وإن كان زلة لسان؟ نعم. هل تعاد الصلاة بدهور جزء بدون تعمد؟ أعيد السؤال. هل تعاد الصلاة بدهور جزء بدون تعمد؟ يعني أحيانا يكونوا يصلوا أكرمكم الله مثلا رجل القدم يظهر أو شيء من هذا القبيل. نعم. إذا نستأنف الإجابة ثم نعود استماع الأسئلة والاستفسارات. مع السائلة المتصلة فضيلة الدكتور محمد، هل ينفذ الوعد الذي يقطع الإنسان عن نفسه وإن كان زلة لسان؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها المستمعون أيتها المستمعات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للوعد، يعني إذا كان هو كما إنسان لزم به نفسه، يعني كأنه نذر، فهذا لازم يوفي به، وجب الوفاء به، لقوله تعالى وليوفوا نذورهم. نعم. الوفاء بالنذر واجب، لكن إذا تعذر على هذا الإنسان، ممكن أنه نذر شيئا لا يطيقه الإنسان في العادة، وهو نتيجة هذا الخطأ، يعني نذر ثم بعد ذلك استحال عليه أن ينفذ أو أن ينجز هذا الوعد وأن يوفي بهذا النذر. هنا يعني تعتبر كفارة يمين، يعني يولي النذر هنا كأنه يمين ألزم بها نفسه. نعم. ليحثها على الطاعة، ولكنه ما قدرش، فهذا يكفر كفارة اليمين، بمعنى يطعم 10 مساكين، وإذا ما وش قادر يصوم 3 أيام. نعم.